لاعبة التنس المصرية هاجر عبد القادر تثير ضجة واسعة في الساعات الماضية بعد مشاركتها بأداء كارثي في بطولة نيروبي المفتوحة للسيدات. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعا مصورا من المباراة تظهر فيه هاجر وهي ترتكب العديد من الأخطاء، حيث اضطر الحكم إلى تذكيرها بالمكان الذي يجب أن تقف فيه أكثر من مرة. وارتكبت هاجر 20 خطأ مزدوجا من أصل 24 نقطة إرسال. كما تناولت العديد من وسائل الإعلام العالمية الظهور الكارثي للاعبة المصرية لدرجة وصفها بأسوأ لاعبة تنس في التاريخ. فجر الاتحاد المصري مفاجأة مدوية بعد أن أشار في بيان رسمي إلى أن اللاعبة هاجر ليست مقيدة ضمن سجلاته، مؤكدا أنها خاضت البطولة بدعوة من الاتحاد الكيني دون أي ترشيح أو تدخل من الاتحاد المصري. الاتحاد المصري للتنس في بيان رسمي يوضح أن اللاعبة هاجر عبد القادر التي تحمل الجنسية المصرية والتي شاركت في أحد البطولات الدولية المقامة في كينيا اللاعبة غير مسجلة لدى الاتحاد المصري للتنس، وليست مدرجة في أي من قوائم لاعبين رسمية. تبين حسب بيان الاتحاد المصري للتنس أن اللاعبة هاجر عبد القادر غير مسجلة لديه، وأنها شاركت بدعوة خاصة من الاتحاد الكيني للتنس. لمن لا يعرف القصة، اللاعبة انتشر لها مقاطع فيديو خلال بطولة دولية في كينيا، وارتكبت أخطاء وهفوات لا يمكن تصورها حتى في بطولة مدارس، لذلك وصفها الإعلام العالمي بوضوح أسوأ لاعب تنس على الإطلاق. القصة مؤلمة لحجم انتشار مقاطع لاعبة التنس في بطولة كينيا الدولية وكمية السخرية الرهيبة حولها، وكيف أننا في زمن أي هفوة ترتكبها يراها العالم كله ويتحدث عنها حتى لو لم يكن الموضوع مهما أصلا. والقصة ملهمة أيضا، فحسب ديلي ميل جاءت مشاركة هاجر بعد انسحاب لاعبة كينية قبل انطلاق المنافسات بوقت قصير، ومن الواضح أنها شاركت إما لملء الفراغ أو من باب المغامرة والتسلية، لكنها لم تحسب أنها بطولة دولية سيتم تصويرها. من الواضح أن الإنسان لا يجب أن يضع نفسه في مواقف من الواضح أنها أكبر منه بكثير، فالمشهد سيبدو غريبا، وسوف يعرف الجميع أنك لست في مكانك كما حصل مع هاجر التي أتمنى لا تطول قصتها وينساها الناس.